السلام عليكم. القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الدرك الملكي. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة أزرو، بالضبط في سنة 2008. واحد جوج ديال الصحاب تينحدروا من نفس الدوار، ولا جوج جيران تيعرفوا بعضياتهم، كبروا مع بعضياتهم، قراو مع بعضياتهم. الناس عندهم الفلاحة ديالهم، تيتلاقاو بعض المرات، تيتلاقاو كل عشية، تيقصروا مع بعضياتهم. لا كاين شي خمور ولا كاين شي بنات ولا كاين كذا، هذا هو اللي تيجمع بيناتهم. واحد الليلة، واحد منهم تقريبا في العمر ديالو ديك 24 سنة، والآخر في العمر ديالو تقريبا ديك 29 28 سنة، صاحبين مع بعضياتهم. في واحد الليلة وكالعادة ديالهم، واحد من هاد الجوج عنده واحد الموطور، الآخر ما عنده لا موطور لا والو. اتفقوا كالعادة بلي ودي نجيبو الشراب، متفقين في هذيك الليلة دايرين مع واحد جوج ديال البنات غيجيو عندهم. هذاك الولد اللي في العمر ديالو 29 سنة، عندهم ديك الأرض الفلاحية ديالهم، بعاد هو على الدار تقريبا واحد المسافة ديال 100 متر، ودار واحد البراكة تما تيبقى فيها حتى ديك 12 وحدة ديال الليل، وتينوض تيدخل للدار ديالهم، تيبقى تيقصر هو وصاحبو تما فين تيشربوا. جات اتفقوا مع واحد جوج ديال البنات كيف قلت، قالوا ودي بحسب ما تيقول هذا الولد هذا اللي عنده الموطور اللي في العمر ديالو 29 سنة، داروا مع هذوك البنات غيجيو عندهم من 8 ديال الليل، اي غادي يجيو غادي يباتوا معاهم في هذيك البراكة، يباتوا مقصرين كاملين. وحده جات سولوها قالوا لها فين صاحبتك، قالت لك اودي راه خليتها مشغوله مع شي امور، راه غادا تجي غادا تجي. هذاك هاد البنت هذه اللي جات عند هذاك الولد اللي في العمر ديالو 29 سنه، ولكن البنت اللي غتجي عند هذاك الولد اللي في العمر ديالو 24 او 25 سنه ما جاتش. ولكن الصديقه ديالها تقول ودي راه غادا تجي. قالوا لها اتصلي بها، اتصلت بها، قالت لها انا راه غادا نجي. اكدت لهم باللي فعلا سمعوا وديناتهم بان البنت راه غادا تجي. هذاك اللي في العمر ديالو 29 سنه قال كان هو اللي غادي يمشي يجيب الخمر، ولكن الوقيته اللي جات غير هذيك البنت بوحدها ما يمكنش هو يخليها مع صاحبه. قال صاحبه خذ الموطور فلان، اي الولد اللي في العمر ديالو 24 سنه، هو اللي غياخذ الموطور ويمشي يجيب الشراب من عند الخمار. هادشي اللي اتفقوا عليه. الولد خدا الموطور بالفعل ومشى كيتسنى ويرجع. الولد ما جاش، دازت تقريبا 4 ساعات، دازت نص ساعه، دازت 45 دقيقه. هذاك الولد ولا تيقول لي الماء ليسانس ما بقاش عنده في الموطور، ياك ما كذا ياك ما كذا، ما عندوش الصوت باش غادي يتصل به، وبقى تيتسنى. ولكن هذيك البنت ما جاتش، وهذا الولد يمشي يجيب الخمر ما جاش. هذيك البنت ولات تتصل بصاحبتها، صاحبتها ما بقاش بغات تجاوبها في التليفون، تيصوني التليفون ولكن هي ما تجاوبهاش. واحد الوقيته هذا الولد مشى خدا واحد الموطور ديال ولد عمو تمايا، قال لي عطيني الموطور ديالك راني محتاجو. مشى عند خمار، كيسول في الخمار قال لي يا ودي واش ما جاش عندك فلان. هذاك الخمار قال لي ودي هذاك صاحبك اللي ما تيجي معك دائما، قال لي راه جا دار لينا الشوها هنايا. اذا الولد جا عند الخمار، قال لي واش خدمنا داك الشراب، قال لي خدمنا عندي الشراب، قال لي ولكن راه كنت غادي نوضها معاه، ياك ما كاين باس. قال لك اودي راه جا حط الموطور ديالو هنايا، قال لك لقاني تنسير فيه واحد السيد اخر عنده واحد الطوموبيل. قال لك هذاك السيد هذا الخمار تيعاود هذا الولد تيقول لي صاحبك راه كان غادي يتضارب مع واحد السيد، غير انا جريت عليه يمكن محيدو من هنا وتقاتلوا، سيروا لشي مكان اخر وتقاتلوا مع بعضياتكم. قال لي شنو وقع، قال لي راه جات واحد الطوموبيل فيها واحد السيد، نزلت ياخذ من عندي الشراب ومعاه واحد البنت. قال لك هذاك مول الموطور صاحبك تيقول هذاك الولد هذه راه من عائلتي، هذه راه تنعرفها. قال لك هذاك جبد زرواطه، هذاك بدا تيهز في الحجر، قال لك دخلوا شي دراري هنا يفكوهم. قال خونا جريت يعني قلت لهم ودي سيروا حيدوا من هنا وتقاتلوا غادي نجيبوا لي المخزن. قال لك هذاك السيد خذ
خدا الشراب ديالو وركب على الطوموبيل ديالو زاد، أي تيقول سيرفيتو هو الأول ومشى فحالو، ومول الموطور صاحبك راني خرج ليه حتى هو الشراب ومشى فحالو. وهادي الهضرة اللي تيقول ليه. ولكن الولد فين هو؟ وداز تقريبا 2 ديال السوايع والولد اضطر انه يدير رشارج واتصل به، ولكن التليفون ديالو تيصوني والولد ما تيجاوبش. اذا الموطور ديالو وصاحبه ما جاوبش بجوج وهذيك البنت ما جاتش. شنو واقع هنايا؟ السيد بقى تيقلب العطيه هذاك ولد عمو داك الموطور، تيدور هنا تيدور هنا تيدور هنا، تتلاقى مع شي وحدين. هادي الهضره ديالو في المحضر، هادي تلقاو المحضر ديالو شنو تيقول فيه. تلاقى مع شي وحدين في داك الليل تقريبا ميطاد ديك 11 ونص ديال الليل، اي مرات واحد 3 ديال السوايع. قال لي اودي راه واحد الولد، قال لي راه عثروا عليه في الجدرميه، راه هزوه داو ميت، قال لي راه مقتول. قال لي طاح حدا الموطور ديالو تما، طاح حدا واحد التليفون. قال لي واش شتي شكون انت؟ قال لي ما شفتش شكون، قال لي انا غير سمعت شي ناس تيقولوا راه شي حد لقاو بالموطور ديالو. قال لي ما جيت نوصل انا تما تلقيت الجدرميه هزوه داك الولد داو بقى واحد الموطور مرمي تما، راه يمكن بحال الموطور ديالك. قال لي واش انت عندك موطور بيكام؟ قال لي قال لي راه تا هو موطور بيكام. قال لي راه باقي تما. قال لي الجدرميه اتصل بالديباناج غادا تجي دير. بالفعل الولد زاد تمايا كيلقى الجيب ديال الجدرميه، تيلقى بالفعل الموطور وتعرف عليه بان الموطور ديالو، ولقى بان لي بان كاين واحد البلاستيكه تما فيها شي قنينه ديال الخمر تكسروا. السيد نزل مع الموطور ديالو قدم راسو الجدرميه وقال لهم ودي السلام عليكم، انا هذا الموطور هذا راه ديالي. كيفاش ديالك؟ واش طاح ليهم النازله من الالف حتى الياء. قال لهم ودي انا صاحبي كنت ناوي غادي نقسم انا وياه، معنا واحد 2 ديال البنات. قال لك هو مشى باش غادي يجيب الخمر، قال لك راه تقريبا هذه واحد 3 ديال السوايع وانا تنقلب. وقالوا لي وانت عندك الموطور؟ قال لك لا هذا راه خديته غير من عند ولد عمي. ايوا وقال لك انا راه خديت روشاج وتنتصل به. وبالفعل الجدرمية لما كانوا تما، هذه نقطة مهمة، شافوا بأن التليفون تيصوني ولكن ما غاديش يقدروا يجاوبوا في ديك اللحظة. وهذه تعليمات بعض الناس يبقى يتسائلوا علاش الجدرمية لقاو شي تليفون واحد الضحية ما يجاوبوش. هذه تعليمات وهذه أمور تدخل في سرية البحث وتقنية البحث الميداني. على أي تم نقل كيف قلت الجثة، وبحسب القراءة ديال محضر معينة تلقاو جثة ديال الشاب تقريبا في العمر ديالو ديك 24 سنة. الولد مضروب 2 ديال الضربات، واحدة عنده في الوجه ديالو، أي بحسب ما غادي يصرح به حتى الطبيب الشرعي من بعد لما غتحال عليه الجثة. قال لك أودي بأن الولد الفك ديالو، أي الفك العلوي تكسر ومضروب حتى الأنف ديالو، عنده واحد الكسرة في الأنف ومضروب الولد للراس ديالو ضربة قاتلة. بالفعل الجدرمية تما لقاو السنان ديال الولد مكسرين ومرميين حداه. لقاو واحد البلاستيكة فيها شي قنينة ديال الخمر، ولكن ما لقاوش. قلبوا الملابس ديال الولد قبل ما يرفعوه للمستودع الأموات، ما لقاوش شي وثيقة اللي تحدد الهوية ديالو ولا شي وثيقة اللي كتعلق بالوثائق ديال الدراجة النارية. ولكن ها الولد جا تيقول ديال الدراجة النارية في الملك ديالي، أنا مستعد نجيب لكم الوثائق، وهذا السيد راه صاحبي، راه هو ولد فلان، راه تسكن في الدوار الفلاني. هذا ولد فين كان؟ قال كان عند خمار. الشهود اللي كانوا تما قال لك اودي تما كاين في ذاك المكان كاين الخلاء والظلام ما كاينش الاناره. قال كنشوفوا بان واحد الطوموبيل وقفات تما، وقفات عند الموطور اللي كان واقف هو الاول تما، حتى جا الطوموبيل وقفات حداه. قال لك بداو تيهضروا. قال لك انا في اللي كان راكب في الطوموبيل ما نزلش. هذاك بقى تيسب وتيدور من جهه الكرسي او الباب اللي حدا الشيفور، وبغى يطلع تما. الناس يقولوا بغى يطلع او بغى يهبط شي حاجه، الله اعلم. قال لك هذاك خينا اللي صايل يجبد واحد الزرباطه ديالو بدا مضاربين والاصوات. قال لك حتى الولد كيبان لنا بانه طاح ومن بعيد هما تيشوفوا هذا الشيء. كيدير الطوموبيل، قال لك الطوموبيل من نوع كذا كذا، ولكن كيدير اللون ديالها ولا الماطريكي. قال لك راه المسافه اللي حنا كنسمعوا غير الاصوات وبالكاد تتبان لينا شي حاجه مع داك الشعاع ديال الاضواء ديال الانارات اللي بعيده تعطي داك الخيال ديالو تيبان ليه شي حاجه كما تعرفوش عليهم شكون هما. قال لك حتى جينا بان لينا بان الولد طيحنا، حنا اتصلنا بكم. هذاك الموطور شاد ديباناج نقلاتو للمركز ديال الدرك الملكي.
هذاك الولد رافق الجدرمي باش ياخذوا الاقوال ديالو وصرح لهم بهذا الكلام كيف قلنا. والقضيه داخل فيها الخمار، القضيه داخلين فيها هذوك جوج ديال البنات. ولكن هو عند الجدرميه تثبت معاهم، قال لهم ودي بان راه حنا كنا متفقين مع جوج ديال البنات، وحده راه جات وحده راه لحد الان مازال ما جات. هذه نقطه مهمه ديال ان وحده جات وحده مازال ما جات، غادا تنفع في البحث في هذه القضيه من بعد. الجدرميه خرجوا مشاو مع الولد، قالوا فين كنتو غاديين تقصروا بالكاو ديال فينا نقصروا، لقاو بالفعل البنت كاينه تما في البراكه مازالت تتسنى. دخلت السلام عليكم السلام، واش كديري هنا؟ قالت اودي انا جايه عند هذا السيد. كنتي جايه غير بوحدك ولا كان جاي معك شي بنت؟ قالت لا كان جاي معايا صاحبتي. وفين هي؟ قالت لها سيدي راه تنتصل بها، قالت لي انا راه غدا نجي، كل مره تنتصل بها كتقول لي انا جاي انا قربت. قالت لك واحد الوقيته راه مابقاش بغات تجاوبني نهائيا. غريب، البنت ما جاتش والولد حتى هو مشى يجيب الخمر ما رجعش. خداو البنت معاهم للمركز ومشاو مباشره للدار ديال هذا الولد هذا اللي لقاو مقتول. واش هاد الولد عنده شي عداوة مع شي حد، عنده شي مشكل ديال كودي؟ لا. هذاك الولد الصديق ديال الضحية سولوه قالوا له ودي واش كتعرف شي حد اللي عنده شي طوموبيله من النوع؟ وقال لك اودي لا، لان دوك الناس الصرغمات الظلام تعرفوا على النوع ديال السياره من خلال الاطاره ديالها. الناس راه تتعرف داسيا كيفاش دايره، كتعرف المرسيدس كيفاش دايره، وتتعرف الاودي كيفاش دايره، تعرف البي ام، تعرف لاغونا. قال واش تعرف شي حد عنده طوموبيل من النوع؟ قال لك لا نهائيا. مش هاد الولد عنده شي عداوة مع شي حد، لأن الطريقة باش تقتل الولد كتبين بأنه كان شي تصيد حسابات، كان ضارب مع شي حد. واخا الوالدين ديال الضحية تما جابوهم رافقهم بالجدرمية للمستودع العام وتعرفوا على الولد. قالك اودي هذا الولد ديالنا. فين كان هذا الولد؟ هو قالك اودي راه تيبقى معطل دائما مع صحابو. شكون صاحبو؟ قالك صاحبو فلان. هذاك الولد صاحبو بحثوا مع الجدرمية وتأكدوا بأنه فعلا خدا الموطور من هاد شي حد من عند ولد عمو، يعني هادي ماشي شي غلطة محكمة. واخا الولد رجعوا تيبحثوا معاه، قالك اودي انا الوقيته اللي مشيت عند الخمار سولته قلت لي واش فلان جا عندك؟ اي الصديق ديالي اللي هو الضحيه. بان ليه الخمار بان راه صاحبك جا هنايا وراه كنديروا واحد الفوضى مع واحد الخينا. قال لي راه مضاربين على شي بنت. هذاك تيقول ليه اي الضحيه تيقول من عائلتي، ما تيقولش الخليله ديالي او الصديقه او كذا. والبنت نزلات وقال لك اودي انا الخمار ما عطانيش هاد لي طيطاي هادو، اذا ولا ضروري كيحصل الخمار هنايا. مشاو جابوا الخمار، لان الولد تيقول ودي بان الخمار قال لي بلي هذوك الجوج اي البنت والراجل جاو تياخذوا الخمر وكانوا على متن طوموبيل، ولكن انا ما سولتوش اش من طوموبيل او كذا وكذا التفاصيل انتم اللي تقدروا تعرفوها. بالفعل الجدرميه في هذيك الليله توجهوا مباشره عند الخمار. بانه كاين تطابق من خلال نوع السياره اللي صرحوا بها دوك الناس دوك الشهود وما صرح به الخمار. اتفقوا على انهم يقولوا الطوموبيل من نوع كذا كذا. ايوا قالك اودي جاو فيها جوج ديال الناس، قالك السيد تقريبا في العمر ديالو ديك 36 38 سنه. قالك معاه واحد البنت، انت هذيك البنت شفتيها؟ وقالك اودي لابسه واحد الجلابه كحله سوداء اللون بربط على شعرها. قالك رغم انه كان الظلام شي شويه بدا الظلام تقريبا ميقات ديك 8 ديال الليل. قالك انا تنسير في هذاك السيد تعطيه الخمر ديالو حتى وقف واحد الولد عنده موطور. قالك انا تنعرفو ولكن ما تعرفش غير الاسم ديالو. قالك عنده موطور من نوع كذا كذا. قالك انا تنعرفو صديق هاد الولد هذا، مرات هو تيجي هو وياه هاي صديق الضحيه. هو شنو وقع؟ وقالك اودي انا تنخرج جاتو الخمر توقف هو وبدا تيهضر مع ديك البنت. هذاك خاينه تيتسناني نخرج ليه في الخمر، شاف هذاك مول الموطور تيهضر مع البنت اللي معاه وطلق شوا وياه. قال لي فين تعرف البنت؟ الاخوه قال لي هذا من العائله ديالي، هذاك باغي ينزلها وهي ما باغاش تنزل. قال لك هذاك هز الحجر اي مول الموتور اللي هو الضحيه. قال لك هذاك السيد عجبته واحد الزرواطه ديالو. قال لك دخلونا الجيران وكذا شي دراري كانوا جالسين هنا. قال لك انا وخويا خرجنا انني مودي السيروا اليوم تقاتلوا بعدو من هنايا. قال لك راه هادشي اللي كاين.
كتعرف هاد السيد موالف تيجي عندك؟ قالك موالف تيجي عندي. قالك هو راه تيسكن في الدوار الفلاني. قلت راه ما تعرف الدار ديالهم بالضبط. اش كيدير هاد السيد؟ وقالك اودي ما نعرف اشنو تيدير في الخدمه ديالو وما تنعرفش سميتو، بالحق تنعرف الدوار اللي تيسكن فيه. البنت اللي كانت معاه شحال في العمر ديالها؟ قالك اودي راه تقريبا هذيك 22 23 24 سنه. واخ. الجدرمية هنايا عندهم واحد القضيتين خصو يجمعوا بيناتهم، هي ان الضحيه هو وصاحبو كانوا مديرين مع جوج ديال البنات، واحدة جات عند صاحبو واللي معاه هو مازال ما جاتش. هذيك صاحبتها تتقول اودي بالله صاحبتي راه كانت متفقه معايا غتجي معايا، وفي واحد اللحظه قالت لي صافي غير سيري نتيا انا غادي نلحق عليك. كتسكن انت؟ قالت لها تسكن في المكان الفلاني. تبين لي بان هذيك البنت اللي ما جاتش لا هي ولا صاحبتها تيسكن في مكان بعيد على ذاك المكان اللي غيجيو فيه هما عند هاد الولاد. هذاك الولد والضحيه صاحبه. وقالوا لها صاحبتك كيفاش غادا تجيب واحد اخر؟ وقالت لك ما نعرف، هي قالت لي غير سيري انا غادا نلحق عليك. اذا البنت تبين بانها ربما كانت دايره مع شي حد. قالوا لها عطينا الوصف ديال صاحبتك. قالت له وديها الوصف ديالها وهكذا وكذا. توصلونا للجدرانيه وتبدي في الصباح توصلوا لها. جابوها تما المركز، بحثوا معاها قالوا لها هاد السيده صاحبتك؟ قالت لك اه. ايوا فين كنتي انت البارح؟ وقالت لك كنت في الدار ديالنا. ايوا صاحبتك كتقول بلي كنتي مديره معاها غتمشيو عند الدراري اللي من المنطقه الفلانيه، وقالت لك بالحق انا ما قدرتش نمشي وانا مريضه وانا كذا وانا كذا، وذكرات السبب ديال اللي ما خلاهاش تمشي. تحججات به تقول انا مريضه. ايوا صاحبتك بقات تتصل بك علاش ما جاوبتيهاش؟ وقالت لك ما رديتش على التليفون. واخ. قال لها عندك شي جلابه سوداء اللون؟ قالت لك اه. جابوا الخمار وجابوا خو الخمار. دخلهم تما قالوا لهم ودي واش هذه هي البنت اللي كانت البارح مع الولد؟ وقالت هي هذه. متاكدين؟ قالت ودي متاكدين هذه هي البنت اللي كانت معاه. قلتي انت بلي بنتي في الدار ديالكم؟ قالت لها بنت في دارنا ما خرجتش. وصاحبتك ما كنتيش تجاوبها؟ قالت ما كنتش نجاوبها. مشاو الموالين للدار ديالهم لقاو بان البنت يتيمة الاب ويتيمة الام، مع من عايشة مع الخالة ديالها. الخالة ديالها واحد السيدة مطلقة عندها بنيتها اللي تتزيد من الفساد. هذه قضية أخرى. بشهادة الجيرة تما لما جاو الجدرمية تيبحثوا بلا تذكر هاد الهضرة هادي. واخ. قالوا له واش هاد البنت هادي باتت البارح في الدار؟ وقالت لك سيدي ما باتتش البارح في الدار. فين باتت؟ وقالت لك ما نعرف، سولوها هي. البنت تقول الأمام الخالة ديالها. ولا سميحات كتقول ما بتيش. واحد بنت خالتها تتقول ودي قدام الجدرمية تتقول لها انت جيبي لينا المخزن. فين بتي يا لاله؟ انا فين بتي؟ ما بتيش عندنا حنا البارح. اذا البنت ما باتتش الدار فين بتي يا لاله؟ وقالت لك ودي انا غادي نقول لكم واحد القضيه. انا فعلا الخمار واخوه تعرفوا ليا بالفعل. انا البارح كنت مع واحد السيد. شكون هو؟ قالت لك واحد السيد تنعرفو عنده شي طوموبيل. قالت لك عنده طوموبيل. كي داير طوموبيل؟ قالت لك زرقاء. واش من نوع؟ قالت لك من نوع كذا كذا، اي السياره اللي صرحوا بها الشهود فيما يتعلق بالنوعيه ديالها واللي صرح بها الخمار. والبنت تدمر ودي بالفعل السياره الزرقاء من نوع كذا كذا. قالت لك انا فعلا كنت مديره مع صاحبتي اننا غادي نتلاقاو مع هذاك الولد هو وصاحبه. قالت لك ولكن انا بدلت الراي ديالي وذاك السيد موالفه تمشي معاه دائما. بين قوسين تتقول انا هذاك السيد واحد من الزبناء. قالت لك انا اتصل بيا ما قدرتش نرد عليه في وجهه ومشيت معاه. فين مشيتي معاه؟ قالت لك اودي راه مشيت خديت معاه الخمر ومن تما مشيت معاه للدار ديالو. فين تيسكن هو؟ قالت لك اودي تيسكن في الدوار الفلاني، اي الدوار اللي نطق به الخمار. قال لك اودي داك السيد تنعرفو فين تيسكن فقط، راه ما تنعرف سميتو ما تنعرفوش فين تيسكن بالضبط. ايوا. وقالت لك اودي الوقيته اللي كنا عند الخمار قالت لك السيد خدا الخمر تا جا هذاك الولد اللي كنت غادا نجي عنده لان هي تعرفو حتى هو واحد من الزبناء، ولكن هي خاصها ترضي الزبون الاكثر طلبا اللي تيطلبها بزاف وتيتهلا فيها بزاف. خاصها تمشي معاه هو. ايوا. وقالت لك بدا كيتخاصم معاه وبغى ينزلني من الطوموبيل وبدا تيقول هذاك السيد هاد السيد راه من عائلتي.
قالت لك انا مبغيتش نهبط من الطوموبيل، تخاصم هو وياه ودخلوا بعض الناس تما. السيد اللي معايا خد الخمر، دارو في السيارة وزدنا بحالنا. قالت لك تتبعنا هوايا، تبعنا بالموتور. قالت لك تبعنا بالموتور، كيفاش نتوما عندكم طوموبيل هو عنده غير الموتور وانتم سبقتوه خديتو الخمر زدتو، هو عاد باقي عند خمار. وقالت لك اودي في ديك اللحظة راه ما تبعناش. قالت لك حنا الوقيته اللي كانوا غاديين لقاو شدوا الطريق الرئيسية، قالت لك لقاو البراج ديال الجدرمية. هاد خينا اللي معاه هو اللي عنده الطوموبيل قالت لك ما عندوش اوراق، خريم في الدار. اش دار؟ دار دوميتور ورجع من هذيك الطريق كيتلاقى غير مع الولد اللي عنده الموطور. قالت لك تلاقينا معاه تما. قالت لك دزنا من حداه، هو بدا تيغوت كذا كذا وبقى تابعنا. قالت لك هو ينزل هذاك السيد، لان الطريق اللي كانوا غاديين منها فيها بيست، فيها الحجر بزاف، الطوموبيل ما يمكنش تمشي بواحد السرعه، اي غادا بنفس السرعه اللي غادي بها الموطور. قالت لك تنزل هذاك السيد هذاك. قالت لك بدا تيهز في الحجر، حط هذاك البلاستيكه اللي فيها القنينه ديال القنينات ديال الخمر. قالت لك وداك اللي معايا راه جبد واحد الزرواطه ديالو، بقى تيضرب في السيد، بدا يضرب في السيد حتى طاح. ايوا قالت لك كملنا الطريق ديالنا، باتي عنده. وقالت لك اودي بت عنده. واخا شكون هو السيد؟ قالت لك فلان الشي داز الخدمه ديالو، قالت لك تيخطف في البلايص طاف مزيان. داكشي علاش هو داير مع ديك الزرواطه حداه. مشاو معاه الجدرمية وراتهم الدار ديال السيد، ملقاوش تما. الجيران قالك اودي هاد السيد راه تيجي غير من العشية للعشية، قليل فين تيجي مع ديك الربعة ولا. إذن واش الجدرمية غيبقاو يتسناوه تما؟ حلاو واحد جوج ديال الجدرمية تيتسناو، لأن الجدرمية مشاو عندو تقريبا ميقاد ديك الجوج تلاتة ديال العشية، خصهم ضروري يبقاو يتسناو تما. مخافة أنه شي حد لما يجي يتهطى في الدار ديالو يقولو ليه الجدرمية تيسولو عليك ويزيد، لأنه هو القاتل بشهادة البنت اللي كانت معاه. على إيه؟ السيد صار تقريبا ديك 5 ديال العشية تا جا تمايا، بقاو عليه القبض، تم الاغتيال ديالو في المركز ديال الدرك الملكي من أجل استكمال البحث معاه. دخلو تما، شاف هذيك البنت، قال لك صافات السيدة، قال لك بات عندك البارح؟ قال لك بات عندي البارح. شنو وقع لكم عند خمار؟ وقال لك اودي راه واحد السيد بغا يتهجم عليا وبقى تيقول لي هاد السيدة من العائلة ديالي. وقال لك انا في الاول قلت با ما فعلا من العائله ديالو، ولكن البنت تقول لي راه ما تنعرفوش، ما بغاش ننزل عنده. قال لك عرفتو بلي راه واحد من الزبناء ديالها. قال لك البنت انا غدا معايا انا وتتقصر معايا انا. عرفتي شنو وقع من بعد؟ وقال لك هذاك السيد التقينا معاه في الطريق الفلانيه. ايوا انت تهربتي على البراج ديال الجدرمي؟ قال لك فعلا من الوراق خليتهم غير في الدار، قال لك تندير فواحد البزطام. قال لك هذيك المحفظه اللي تندير فيها الوراق خليتها في الدار، ما ديش ما جبتش. الوقيته اللي دخلت في هذيك الطريق ديال اللي فيها البيز قال لك تلاقينا معاه تما. قال غادي يمشي يسب تيوقف فيا، ما خلاناش نزيدو وكذا كذا. قال لك نزلت. قال لك هو بدا تيهز في الحجر. قال لك انا دافع على راسي. وضربتيه؟ قال لك ضربته. فين ضربتيه؟ هو قال لك ضربته في الراس ديالو وضربته للوجه وضربته لرجلو. وبالفعل حتى الطبيب الشرعي لما تحالفت عليه بجوج قال لك ودي الولد فيه واحد الضربه حتى في رجلو. هذه ما غيلاحظوش طبيعه الحال الناس ديال التشخيص القضائي بعين المكان. كانت هذه الاقوال اللي تضمنها المحضر الرسمي ديالو. تقدمت السيد هذا للعدالة بشحال غادي تحكم ب25 سنة. هذيك البنت اللي كانت معاه تحكمت ب3 سنوات